ظلم وله ظروفه الخاصه بيكون موقفها النفسي لان انت عايز تعمل كده نفسيا. يعني انا ممكن يكون معاش قليل لكن انا مرتاح. التكليف بالنسبه لي هيبقى شيء من الرفاهيه مش بضيف شيء. انما بكتب واحد الدنيا كفايه والدنيا مجرد يطلع يسافر ويتصور وبياخد شهاده شهاده كرتونيه واشياء كتير بيحس بذاته وبيحس ان هو المجتمع شايفه، بيحس ان الناس اللي حواليه منهم مقصرات. احنا عملنا تجربه في السويس يا جماعه سنه 2009 التكريم يوم 24 اللي هو عيد السويس. مدنيين ابطال اكتوبر المدنيين اقسم بالله العظيم الناس اللي طلعت تقرر يا جدعان تتلفت وسمة السعاده اللي عندهم هو بياخدوا ورقه كرتون مكتوب عليها اتحاد المعاش متصرف من التهنئه والتقدير للشباب وانا بديتهم من جهدي في معركه 73 وعنده وخير فرحان جايب مراته وعياله وبنته وجوز بنته وكأنه الدنيا عنده شيعان لان والله كده واحد تفصيل بيقول ايه اول مره احس ان في ناس بتقدرنا عملنا حساب لان اللي اختاروا بقى ابن السوايق فوزي يا مصطفى انت عارف الشطار وفوزي من الناس المختارين بتاعت معروف في الاول في الاول ممكن هو حركه اختار الناس اللي بقى ده اللي أخذ شرع وجاء في الناس الشرطة السياسة سيدنا الحاج لما يصدر حاجة ومخدوة وقد السرع كان يسوع عظيم حاجة إشكالية بعد اليوم بطل لو قلنا لو احنا خدت الفكرة دي ابتدينا نجيب الناس اللي احنا حاسين وطلعت من طالع ومجرد الانسان عايز يفرحها انت بتقول له تعالى انا بكرمك يا دين احنا مثلا لما قلنا يوم الوفاء وانا قلت لا جينا قلنا الرب الجديد قال استرداد الحق وممكن يوم الفضل يوم الفضل